السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. مساء الخير، مساء الرضا والسعادة والحب وكل حاجة جميلة يا رب على قلوبكم في الدنيا. النهاردة بقى ايه بيقولك ايه؟ اليوم يوم الشواء. الأولاد بقى كنا شاويين لهم من قيمة أسبوعين كده، وقالوا لنا بقى، قالوا لي ماما والنبي عايزين نشوي النهاردة كمان. فقلت بقى اطلع الحاجة من بالليل واتبلها من بالليل، وبعدين ايه الصبح تكون جاهزة. كان يوم جمعة. اول حاجه كده عملتها ايه؟ طلعت صدرين اتنين وطلعت فرخه. اول حاجه عملت شيش طاووق، صدر الكبير عملته شيش طاووق، قطعته زي ما انتوا شايفين كده قطع صغيره. وشويت الشيش طاووق بقى على ايه؟ على الكانون. جميل قوي بصراحه. اكتر حاجه مفرحاني ان انا عملت الكانون ده في البلكونه. قطعت الصدر كله مربعات صغيره كده، اللي في البوله دوت نص الصدر وده النص التاني. اول حاجه وضبت كل حاجه الاول وبعدين تبلتها. ده الصدر التاني كان صغنن شويه عنه، ده عملته كفته. كانوا عايزين لحمه بس بصراحه ما كانش عندي لحمه فمرضتش. كان عندي لحمه في الفريزر بس قطع ما تنفعش ان انا افرمها او ان انا اعملها شويها كده، فكانت قلت بلاش. ودي ليا يا حبايبي قطعه ليا كده، خدت منها قطعه وقمت حطها في الكفته، بتودي الكفته في حته تانية خالص بصراحه، وبتمسك الكفتة جدا. واهم حاجة برضو وانت بتفرم الكفتة، لازم تكون مصفية الصدر جدا من المية، عشان اللحمة تكون. شوفي اللحمة، شوفي الصدر لما انا فرمته بقت ماسك معايا ازاي. لحمة الصدر بقت ماسكة خالص، لان انا غسلته كويس وصفيته فما كانش فيه نقطة مية. طبعا الكبة مش هتتغسل دلوقتي لان احنا هنحتاجها كتير. دلوقتي الفرخة هي طلعتها وقمت قطعها من الظهر كده نصين، لان انا هعملها على الفحم ما بتتعملش اكنها مفرومه في مشويه في الشوايه. بقطعها نصين كده واقوم ايه مقطعاها مفدغاه، يعني من كل حته، دي اسمها تفديه. عشان ايه ما تنشفش مني في الشوي، وفي نفس الوقت ايه تستوي بسرعه. واقوم مدقدقاها كده كلها، بدق عليها جامد جدا يعني بصراحه، عشان تفك الانسجه بتاعتها كلها. دلوقتي خلاص بقت تعتبر ايه يعني دقتها جامد. والنص التاني برضو عملته بنفس الشكل. ده بيسرع من سواها وبيخليها تحتفظ بالصوص بتاعها من جوه. واهم حاجه برضو يا حبيبتي وانت بتشوي لازم تكون ايه؟ النار ما تكونش شديده قوي. وبرضو دقتها خالص. على فكره يا حبيبي انا ما بيهمنيش حجم الفرخه، اهم حاجه ان انت تكوني ايه مقطعاها كويس ودقها كويس. دلوقتي خلاص انا وضبت كل حاجه، بقى ان ايه نوضب بقى الخلطه بتاعته. اول حاجه جبتي بصلتين كده او 3. قعدت ايه يعني ابشر منهم على قد ما اقدر، واللي ما بشرش معايا حطيته في الكبه علشان ايه هحتاجه برضو. دوت انا ببشرها عشان الكفته، ببشرها جامد وجايباها من اليمه الضيقه علشان تسرد ميتها. دلوقتي انا بشرت على قد ما بشرت، هصفي بقى ميتها خالص منها، عشان الكفته لو فيها ميه ما بتمسكش معاكي. اهو يا حبيبي انا كده خدت ايه البصل، خدت البصل من غير ميته، ميته تحت اهيت هنحتاجها برضو. حطيت البصل اللي انا عصرته، حطيت عليه كزبره خضراء وعود بقدونس وفلفل اسمر وكركم وشويه حبهان مطحون، يعني ما تكتريش منه. والكيس ده بقى سر ايه؟ سر الخلطة كلها. ده كيس بهارات شوي بتجيبيه من العطار. وفرمت ده كله مع بعض، وبقيت ايه احط بقى اللحمة اللي انا فرمتها الفراخ بمعلقة كده، واقوم ايه مزودة بقى والماء والمفرمة شغالة. وكده خلاص يا حبايبي الكفتة خلاص بقت جاهزة معايا. حطيت مية البصل وقمت مغطياها وعيناها في التلاجة تاني يوم.
دلوقتي شيش طاووق والفراخ هتبلهم الاتنين بخلطة واحدة. جبت قرن شطة والبصل اللي فضل مني من الفرن، وحطيت معلقتين خل وعلبة زبادي، وحطيت بابريكا وبهارات فراخ وبصل باودر وتوم باودر، والكيس برضو اللي انا بقول لكم عليه اللي فيه الخلطة كلها، وفلفل اسمر وشوية زيت وشوية كاتشب. وفرمت ده كله مع بعض كده. خلاص الخلطة معايا بقت جاهزة. حطيت معلقتين تلاتة كده على الشيش طاووق، قلبتهم كويس، وخلاص دلوقتي هو بقى معايا جاهز. الاكياس دي جميلة قوي يا حبايبي بصراحة، انك تغطي بيها حاجة وانك تغلفي بيها حاجة. كنت جايبة الكيس بحاله ب27 جنيه، في 100 كيس من ده. دلوقتي جبت الفراخ بقى في كل الحتت اللي انا قطعتها دي فتاخدها زي ما انا بقول لكم، بحط في قلبها من جوه علشان تشرب تتبيلتها كلها زي ما انتوا شايفين كده، وبقلبها يمين وشمال، واقوم حاطه لها الخلطه كلها علشان تشرب منها. بصراحه والله بجد إن لو عملتوها بالطريقه ديت يعني هتعملوها بيها على طول. وكيس الخلطه ده بصراحه بيخلي لها طعم ونكهه جميله جدا. ويلا بقى يا حبيبي شجعونا كده، واللي مشتركش في القناه يشترك عشان يوصله كل جديد، ويلا نعمل لايك، اعملوا لايك يلا. اللي ما عملش لايك يتكى يعمل لايك عشان الفيديو يترفع للكل. شايفين الخلطة الحمد لله كفتهم كلهم. وخلاص هغلفها بقى هي كمان، وحطيت التلاتة في التلاجة. وكده خلصت الخلطة بقى دي. الكلام ده كله كان بالليل، وبليت العصيان بتاع الشيش طاووق ووضبت كل حاجة كده. ده بقى تاني يوم الصبح. يجعل صباحنا مشرق على طول دايما يا رب. جبت بقى بتنجان وفلفل اسمر، وعملت شوية شيبسي بقى، قلت محمرهم عشان نظبط الاكل. بيقولك ايه لزوم الشغل ظبط الشغل. ده بقى فلفل الوان، قمت مقطعاه مربعات كده صغننه علشان الشيش طاووق. يلا حبايبي بقى اعملوا لايك. وبصله كده جبتها برضو وقطعتها 4 ارباع وفصصتها زي ما انتوا شايفين كده. كده وضبنا ودلوقتي بقى الشوايه ودبت معانا جهزت يعني. والقانون كمان اتحمى، عشان احنا هنشوي على الاتنين عشان نسرع في الوقت. كده البطاطس خلاص استوت بسم الله ما شاء الله عليها، كانت جميله بصراحه. حطيتها على الرخامه، الاولاد بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك فيهم بقوا رايحين جايين ياكلوا منها. دلوقتي خلاص اهوت انا بعمل الشيش طاووق بوضبه. كانت الفراخ على الشوايه، ودلوقتي قال لي وضبي الشيش طاووق يلا. بحط 2 وبحط فلفل الوان وبحط بصل زي ما انتوا شايفينها كده، بس باول حاجه بقى بقفلها ببصل. احلى حاجه يا حبايبي لما تنجزي وقتك من بالليل، يعني تبقي انتي مقرره هتعملي موضباه خلاص، عارفه الصبح اللي وراكي بقى تقومي تنجزيه في ثواني ومش هيبقى فيه وقت عن ما انك بقى تفكري وكده. بس شايفين الفراخ بقى لما تدقيها وتعمليها بالطريقه دي والله العظيم ما بتاخد وقت في السوى، وفي نفس الوقت بتستوي جدا جدا. ودلوقتي بقى جبت الصاجه بتاع الفرن الصغنن، وقال لي بقى رص عليها الشيش طاووق عشان هيتحط على الكانون ياخد ويدي كده مع نفسه. دلوقتي احنا في البلكونه اهو، رصيته بقى زي ما انتوا شايفين كده، وحطه بقى هو على القانون. وانا رحت بقى عشان اعمل الرز. فرمت بصله وجزرتين 2 حطيتهم في الكبه وفرمتهم جامد، وقمت حاطه معلقه زيت، معلقتين 3 زيت كده، وقمت حطاهم يتشوحوا بس في قلب الزيت.
وجبت شويه البسله بعد هم اتشوحوا، قمت حاطه عليهم ايه بسله، يجي نص كوبايه بسله كده اللي كنت جايباها من الفريزر. والمفروض ان انت تحطي ليمون، بس بصراحه ما كانش عندي ليمون، حطيت قرفه وحطيت فلفل اسمر وحطيت ملح. وحطيت شويه كركم صغيرين، لان عندي جوزي مش بيحب كركم قوي، فانا حطيت شويه صغيرين بس ايه يعززوا اللون، بس مش انه يخليه لونه اصفر قوي يعني. بس بصراحه كان جميل جدا، وكان لونه يعني لونه هادي وحلو بصراحه يعني. وزودته ايه دلوقتي شوربه، كان عندي شوربه قمت مزوداه شوربه، بتعزز الطعم خالص وبتخليه جميل. خلاص وكده الرز بقى جاهز معانا. كده الفراخ بقت جاهزه، شايفين منظر الفراخ بقى، وادي الشيش طواه على الكانون. بصراحه كان جميل جدا، خد وده مع نفسه كده، وكان حلو قوي مستوي ويعني مستوي خالص كده ومش ناشف. دلوقتي طلعت الكفته من التلاجة وبصبعها معاكم اهو. شايفين ماسكه نفسها ازاي، مش بتعوز ايدي خالص ازاي. بعوز بعوز بتاع اللي في ايديا ديت ميه بصل، وبعوز ايدي ميه بصل واقوم مصبعها. تبقى سهله جدا معاكي، وبتطلع بالمقاس اللي انت عايزاه وبالشكل اللي انت عايزاه. شايفين يا حبايبي طالعه عامله ازاي. وبصراحه كان طعمهم كله بصراحه كانت كله طعمه كان جميل، مش هقولك حاجه او حاجه، بصراحه والله بجد كانت جميله جدا جدا جدا، مش عايزه اقولك قد ايه. يلا حبايبي اللي مشتركش في القناه يشترك بسرعه، يلا يفعل زر الجرس. لما بتعصيها معاكي يا حبايبي بتسهلي ان هي تطلع معاكي بسهوله. انا في مره ما كانش عندي يعني، ما نسيت ان انا اعصر البصله، كنت بعمل كفته اللحمه، فقمت جايبه ايه، وكانت لما انا ما عصرتش البصله بصراحه الكفته معايا بقت يعني طريه. هي طلعت كويسه جدا بصراحه، بس طريه في ايدي ان انا معرفتش اصبحها، فقمت جايبه شويه ميه وبقيت ان انا اعوز ايديا ميه عشان يعني اقدر ان انا اتحكم فيها واصبحها. وعوزت السيخ برضو زي ما انتوا شايفين كده، بس عوزته ميه. انما بصراحة مية البصل بتسيب اي حاجة، بالذات في الكفتة لازم انك تصفي المية ضروري. خلاص دلوقتي بقت جاهزة، وحطيت البتنجان كده، وادي الكانون. الفراخ بقى اهيت. دلوقتي ايه نعمل الطحينة. حطيت الطحينة، حطيت نص كوباية طحينة، وقعدت ايه احطت لهم عليهم يعني اكتر من الربع شوية مية، وما تكتريش المية عشان ما تسيبش منك. ودلوقتي قعدت اضربهم بالمضرب، المضرب ده بصراحة جميل جدا بالذات في الطحينة، بيضربها بسرعة جدا وبيخليها يعني تتجانس معاكي بسرعة. خلاص دلوقتي هي بقت جاهزة، حطيت لها معلقتين زيت ومعلقتين خل ومعلقة كمون، وبس كده. تاكلي بقى اطعم طحينة بصراحة، ما بزودش عليها اي حاجة. انا بنتي بقت واقفة تجيب الشيبسي وتحطه في الطحينة كده وتاكله. دلوقتي خلاص الفراخ بقت جاهزة، وشوينا كمان شوية فلفل اهو زي ما انتوا شايفين. والرز كمان عايز تقليبه واحده بس كده واسيبه ايه، وهديت عليه وسبته. شلته من العين العاليه وقمت حطاه على العين الهاديه. شايفين جمال لونه، لونه بقى هادي كده مش ابيض ولا اصفر. وعملت لهم بقى شويه سلطه فواكه، اي فواكه موجوده عندك يا حبيبتي ممكن تعملي منها سلطه فواكه. وكمان الشيش طاووق بقى جاهز. ابني بقى كان عنده درس، فكان هيتاخر شويه، فالاكل هيبرد، فانا قمت ايه حطاه في الفرن الصغير، وقمت مهديه عليه خالص، وقمت مغطياه بفويل، وقمت سايباه.
الاكل هيفضل سخن معاكي، وفي نفس الوقت ايه مش هينشف منك ولا ان هو هيتحرق ولا كده. انا هديت الفرن خالص على اساس ان هو ايه يبقى بس سخن من جوه، مش ان هو يبقى يعني شغال، لا، سخن بس. ودلوقتي بغرف سلطة الفواكه بقى في الاطباق كده. سلطة الفواكه دي بقى يا حبيبي كان عندي ايه، كانتالوب، وكان عندي فراولة وبرتقان وسفندي وكيوي وجوافة. دولت اللي كانوا موجودين في الوقت الحالي يعني. قمت مقطعة الفاكهة دي كلها، وقمت جايبة مطلعة مانجا من الفريزر، وقمت ضرباها، بس تقلت المانجا، تقلت عصير المانجا عشان يبقى تقيل كده، وطلعت بالشكل ده، وطعمها كان تحفة بصراحة. حاجة حلوة كده ايه جنب الاكل، هما متعودين على كده. ومن ساعة ما باباهم جه بالسلامة، ربنا يحميه يا رب ويبارك لنا فيه، ويعمل لنا حاجة حلوة جنب الاكل. حاضر. ولزوم الشغل بقى ايه، ظبط الشغل. دي دي اصلا كاسات للكوكتيل كده، بالمعالق بتاعتها. خلاص كده انا وضبطها، هي تحط لها بقى المعالق بتاعتها، وقمت حطها في التلاجة. شايفين الجمال؟ ودلوقتي خلاص الكفتة خلاص جهزت معانا هي. برضه احطها ايه في الميكروويف كده علشان تفضل سخنة برضه على ما هو يجي بالسلام. كده الحاجة تفضل سخنة معاكي الوقت طويل. والبتنجان خلاص اتشوى. جبته حطيت عليه توم وطحينة وشوية كمون وشوية زيت، وقمت عاملاه خلطهم في بعضهم وخلاص. ودلوقتي بقى جاهز معانا. ودلوقتي الرز كمان مجهز اهو. برضو قمت انا مغطية عليه، وقمت لفاه خالص علشان برضو يفضل سخن. دلوقتي خلاص هو قرب يجي، وقلت بقى ايه اوضب الاكل على ما هو يجي. بغرف الطحينة دلوقتي. خلاص هي بقت جاهزة معانا. وضبت البتنجان، وخلاص غرفنا الاكل اهو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد. سلام.